المغاربة يسطرون أسماءهم بأحرف من ذهب في الأولمبيات. ديما مغرب. بس بقول لك ايه، عارف ايه الجميل في الحوار؟ ان هم فشخوا امريكا بالاربعه، اقسم بالله، والله العظيم ده الجميل في الحوار. يعني ايه؟ يعني قال لك امريكا اقوى خط هجوم مناصفه مع منتخب فرنسا بتسجيله لسبع اهداف، ولا خد 13 محاوله على المرمى، او 13 تسديده على المرمى، منهم سبعه بين القائمين والعارضه، سجلوا منهم اربعه. اما المنتخب الاخر ليه محاولتين على المرمى، كرة واحدة وصلت لمنير محمدي. صباح الفل يا جدعان! ألف مليون مبروك للمنتخب، أو ألف مليون مبارك للمنتخب المغربي، وصوله لدور الأربعة وانتظاره لإحدى منتخبي إما أسبانيا أو اليابان. فهيا بنا نحلق في تكتيكات طارق السكتيوي. يلا بينا. من عدم الاحترام ومن قلة الذوق ان انا اغفل اصلا، او افكر ان انا اغفل ان الراجل اللي اسمه طارق السكتاوي دوت ليه حاجه كده، ليه ليه حاجه كبيره كده. الراجل ده مدرب كويس جدا جدا جدا. الراجل دوت او كمان من عدم انصاف المنتخب المغربي انك تقول ان المنتخب ده منتخب قوي. بس لا، ده منتخب قوي جدا، ده منتخب مرشح اصلا للبطوله. يا باشا يا باشا يا باشا، لما مصر كسبت اسبانيا، يبقى لو اسبانيا عدت من اليابان، مش هتعرف تعملها معاها المغرب، مش هتعرف تعملها خالص. المنتخب المغربي ايها الساده والسادات يسطر اسماءه باحرف من ذهب بعدما فعلها في كاس العالم، ووصل الى دور قبل النهائي وهزم من فرنسا بشق الانفس، ولعب على المركز الثالث والرابع وهزم من كرواتيا بشق الانفس. يعود في اولمبياد باريس على استاد باريس البارك دي فرانس، ويسجل اسماء لاعبيه ومدربيه باحرف من ذهب والماظ في كتاب التاريخ. نعم نعم، انه اشرف حكيمي بطل، بطل يا جدعان. اشرف حكيمي بطل، راجل. منير محمدي حارس مرمى، عظمه عظمه عظمه، يخرب بيك كده، عظمه. المغرب بقى بقت مسجله 2 في الارجنتين، 4 في امريكا، 3 في العراق. كده كام؟ عد معايا يا ابني: 2 و4 6 3 9. وسجلت 1 في اوكرانيا، مسجله 10 اهداف كاقوى خط هجوم، واستقبلت بس 4 اهداف. عفوا 4 اهداف، هدف من الارجنتين وثلاث اهداف من اوكرانيا. المباراه اللي هم استهزأوا باوكرانيا فيها وخدوا على عينيهم. دي مشكله الغرور، الا الغرور. بس النهارده حلاوه ايه وطعامه ايه. عارف بلال خنوس ده بيلعب منتخب اول وهو عنده 17 سنه، تمام؟ الياس اخوماش، الياس بن صغيري، زكريا الواحي، كل دول منتخب اول اصلا. امير ريتشاردسون منتخب اول. عبد الصمد زلزولي منتخب اول. يا جماعه يا جدعان، المنتخب الاولمبي بتاع المغرب هو المنتخب الاول. هو المنتخب. كان ناقصه ابراهيم دياز وسفيان مرابط، وفي الدفاع مثلا نايف اجرد او رومان سايس، وتبقى اتعشت وياسين بونو في الدفاع. المنتخب ده هو المنتخب الاول يا جدعان. الف 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 مليون مبارك على المنتخب المغربي بصراحه. جمال ايه وطعامه ايه وحلاوه ايه، والكره سهله. يعني اسامه ابو علي كده بيحسسك ان الكوره سهله مع الاهلي. منتخب المغرب بيقول لك الكوره بيزك، الكوره سهله فشخ. اذا كان وسام يشعر الاهلاويه بسهوله الكوره، فان المغاربه يشعرون العالم ان هي لعبه لعبه ايه؟ لعبه بيزك، لعبه خفيفه، لعبه واحد يبقى قاعد منتشي من الفرحه، قاعد منتشي من الفرحه، قاعد فرحان، قاعد فرحان وهو بيشوف على الجمل. شوف اشرف حكيمي، يعني ازاي اشرف حكيمي بيزيد من يمين، تمام؟ وازاي عبد الصمد زلزولي بيسيب الخط، او الياس اخوماش بيسيب الخط
وبيدخل في العمق، بيعمل الريتيرن وبيعمل حركه التبديل مع اشرف حكيمي، عشان حكيمي يقوم بدور جناح واخوماش يدخل دور صانع لعب، وبلال خنوس ينزل يلعب 8. قصه سعادتك. وامير ريتشاردسون يغطي ورا تقدمات حكيمي من ناحيه اليمين، وزكريا الواحي عظيم. اذا كان الاهلي يتحدث عن يحيى عطيه الله، فان المغرب لها 100 مليون يحيى عطيه الله. زكريا الواحي عظمه. زكريا الواحي باك شمال كما يقول الكتاب. وان كنت اقول لك ايه، الراجل ده بيلعب في جنك باك يمين اصلا. الراجل الواحي ده بيلعب في جنك باك يمين. ف ف ف ف ف سقفه للصبح للمنتخب المغربي. الف تحيه، نرفع لهم مليون ومليار قبعه على المنتخب المغربي لوصولهم لمباراه قبل النهائي. ويا رب نحصلكم بعد ساعتين من دلوقتي، وانا اكون معاكم بعد 3 ساعات من دلوقتي. كنت معاكم حسن، اشوفكم فيديو جديد. قناتكم كوره مع حسن، وبرنامجكم الكوره مع حسن. اولمبياد باريس 2024 ديما مغرب.